بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا محطات أخرى في شهر القيام والصيام والذكر والصدقة وصلة الأرحام والإطعام. هذه الفضائل اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في رمضان أكثر من غيره، وكان في رمضان أجود ما يكون صلاة ربي وسلامه عليه. والجود هو العطاء، هو السخاء، هو النماء، هو الزكاة، هو أعمال البر وأعمال الخير وصنائع المعروف. وأحيطكم علما أن الاسم الذي تكرر في أسماء الله وصفاته هو اسم الجود، فالله جواد، والله معطي، والله كريم. تكرر بثلاث معاني. في الصحيحين عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل الليلة من رمضان فيدارسه القرآن. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي رواية لا يسأل عن شيء إلا أعطاه صلاة ربي وسلامه عليه، لأن الشح مصيبة والبخل مصيبة، وأحضرت الأنفس الشح، والله شبه الشح والبخل بالداء بالمرض، قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالعطاء يطفئ غضب الرب، والعطاء يقرب من الرب، والعطاء يكفر الذنب، والعطاء يزرع البركة، والعطاء يجلب المحبة، والعطاء يوطد الصلة، والعطاء يفتح الأبواب المغلقة، وبالعطاء تقضى الحاجات وندخل إلى الجنات. وبئس الشح وبئس البخل وبئس الطمع وبئس الجشع. يا ابن آدم انظر إلى يديك حين تولد وهما مقبوضتان، وانظر إليهما حين تموت وهما مبسوطتان. فالإنسان لما يخلق لأول مرة ويخرج إلى الحياة الدنيا يزداد حرصا على جمع الدنيا وحب الدرهم والدينار، ويحبون المال حبا جما. وحينما يغادر إلى دار البقاء يبسط يداه ويمد أصابعه، وكأنه زهد في الدنيا وعلم حقيقة زخرفها. فالإنسان عليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الفضيل بن عياض إن الله تعالى يقول كل ليلة أنا الجواد، ومني الجود، أنا الكريم، ومني الكرم. فالله سبحانه وتعالى أجود الأجودين، وجوده يتضاعف في أوقات خاصة كشهر رمضان. وهذه قاعدة في الأعمال الصالحة، أن كل حسنة تتضاعف في أشهر الخير والبر، وكل سيئة تتضاعف كذلك أضعافا مضاعفة في أشهر البر. بمعنى الإنسان اللي كيدير الحسنة في الأشهر الفاضلة فتضاعف له، واللي كيدير السيئة في الأشهر الفاضلة تضاعف له كذلك السيئة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكاين حديث مشهور معروف: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أقصر. بمعنى أقبل يا باغي الخير، هذا شهر إقبال لا شهر الإدبار، وشهر القرب من الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن لله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان، صلى أن نكون كذلك. وسيد الخلق يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. والله أكرم حاتم الطائي لكرمه وعطائه وسخائه وجوده، واشتهر بين العرب بالكرم، فكان له ولدان سفانة وعدي فأسلما معا، يعني ربي رزقه. وأبو بكر الصديق تصدق بماله كله، فبديك الصدقة أصلح الله ذريته وأحفاده وأحفاد أحفاده. ولا يوجد كافرا واحدا في عائلة أبي بكر الصديق بجوده وعطائه. ألا أخبركم بالأجود الأجود، الله هو الأجود الأجود.
هذا حديث فيه ما فيه من السند، كاين اللي صحوه وكاين اللي ضعفوه، المهم احنا من باب الاستئناس. وأنا أجود بني آدم وأجودهم من بعدي رجل علم علما فنثر علمه يبعث يوم القيامة أمة وحده ورجل جاد بنفسه في سبيل الله. صلى الله أن نكون كذلك. يعني أفضل الجود بث العلم ونشر الخير بين الناس. الإنسان إلا جات في يديه شي حاجة ديال الخير ينشرها، إلا جات شي حاجة ديال البر ينشرها، شي حاجة النصيحة ينشرها، جات شي حاجة ديال الفضيحة يتركها يحذر منها. الأجودين هو الله، وبعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان يجود بالعلم وبالمال وبالوقت وبالعون وباللطف وبالكلمة الطيبة، بل وكان يجود حتى بالابتسامة. هذه هي خصاله الحميدة صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، وما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام شيئا إلا أعطاه. فجاء رجل فأعطاه غنما بين جبلين، شنو هي غنم بين جبلين؟ وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا في كل شيء وقدوة لنا في كل شيء، ما خصناش نتركوا الاقتداء به في كل صغيرة وكبيرة. وكان جوده لله وابتغاء مرضات الله، لا شهرة ولا منصبا ولا سيادة، بل إطعامه للناس اشتهر عنه قبل البعثة. يعني قبل بعثته صلى الله عليه وسلم كان يجود ويعطي ويحن على المساكين والفقراء، وكان خلقه القرآن. حتى في الأثر عن عائشة كان قرآنا يمشي، يأتمر بالأمر وينتهي بالنهي ويقف عند الحدود وينزجر بالزجر، وكان مثالا يحتذى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان يتمثل القرآن في حياته، في أقواله، في أفعاله، في حركاته، في سكناته، في استيقاظه، في سفره، في حضره، في عافيته وفي ابتلائه. كان صلى الله عليه وسلم محبا للخير، داعيا للخير، باسطا يديه للخير. ولا يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، الكتاب والسنة. من فوائد الجود في رمضان أو العطاء في رمضان شرف الزمان، مضاعفة الأجر على العمل، أفضل الصدقة صدقة في رمضان، هذا حديث. إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم. إذن هنا شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة، فجودوا على عباده كذلك بالدقيق والزيت والطحين والسكر وما يحتاجون إليه من المؤونات. فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل، والجزاء من جنس العمل. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذه الخصال كلها تكون في رمضان، فيجتمع للمؤمن الصيام والقيام، الصدقة، الذكر، طيب الكلام، ثم الانتهاء عن اللغو والرفث وضياع الوقت. والصدقة والصلاة والصيام والقيام التي تجتمع في الإنسان توصل صاحبها إلى الله سبحانه وتعالى. نحن نسير إلى الله، فالمسير ديالنا خصو يكون نقي ويكون واضح. قال بعض السلف: الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق، والصيام يوصله إلى باب الملك، والصدقة تأخذ بيده فتدخله عليه سبحانه وتعالى. يعني الصلاة كتديك نص الطريق، والصيام كيوصلك للباب، والصدقة هي اللي كتدخلك عند الملك الجبار سبحانه وتعالى. من أصبح منكم يوم صائمة قال أبو بكر أنا. من تبع منكم يوم جنازة قال أبو بكر أنا. من تصدق بصدقة قال أبو بكر أنا. فمن عاد منكم مريضا قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا والذنوب، لأن الصيام جنة كما في الحديث الصحيح. والصيام لابد أن يقع فيه خلل أو نقص،
هذيك الصدقات كتجبر داك الخلل وداك النقص. كنديروا الذنوب، كنديروا المعاصي وكنساو وكنضيعوا الوقت. وله فوائد أخر كما قال الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى الصدقة، ولتشاغل كثير منهم بالصوم عن مكاسبهم. الناس كيتشغلوا بالصوم وبالقرآن، ما كيتكسبوش بزاف، يعني ما كيتاجروش بزاف، خصك تعاونهم. وكذا قال القاضي أبو يعلى وكثير من سلفنا رحمهم الله. كما يستحب مدارسة القرآن ومدارسة آياته وتدبر معانيه، والاستغراق في مقاصده وغايته وأهدافه، وتقبل رسائله والعمل بها. أجمل شيء العمل بالقرآن. فجميع الكتب السماوية قيل نزلت في رمضان كما ذكر ابن رجب رحمه الله. وفي رمضان جهادان، المؤمن يجتمع له في شهر ديال رمضان جوج ديال الجهادات: جهاد بالنهار بالصوم، وجهاد في الليل بالقيام والذكر والقرآن. إذا هنا خص الإنسان ما يضيعش هذا الشهر. قال ابن مسعود: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختلون، وإذا الناس يفرحون، بحزنه إذا الناس يفرحون. قال محمد بن كعب: كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه، يشير إلى سهره وطول تهجده. وقيل لوهب: ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطارت نومي، يعني حيدت لي النوم ديالي. فالمهم كثير من الأقوال والآثار في التحفيز على قراءة القرآن. ما خصش يكون الحظ ديالنا هو الجوع والعطش، وما خصش يكون الحظ ديالنا هو الذنب والمعصية والبعد عن الله. يجب أن يكون لنا حظ في رمضان بالمغفرة والمثوبة، فهذا مضمار العابدين الصباقين الأوابين التائبين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وأن يوفقني وإياكم لما فيه خير الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم لكم جميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.